That's our tax dollars going over there to fund an apartheid state. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني. على دعمهم لينا ووجودهم معانا في فترات ما في الموضوع صعب بس احنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات عود على بدء. الحقيقة يا جماعة النهاردة أنا مكسوف سلف، مكسوف لكل واحد بيدعي إن هو عربي وما بيساندش ولا بيدعم القضية الفلسطينية. كل واحد بيقول أنا عربي وما بيدعمش القضية الفلسطينية ما هوش عربي أصلا. وأنا هضرب دلوقتي مثلين الاتنين، ست وراجل. موقف الممثلة الإباحية اللبنانية الأمريكية ميا خليفة، وموقف فخر العرب محمد صلاح من القضية الفلسطينية. عيب قوي لما الستات تبقى أحسن من الرجالة. ميا خليفة اللي هي المفروض، وأنا آسف على اللفظ، مومس، طلعت أشرف من كتير من اللي بيدعوا الشرف، وأشجع وأرجل من الرجالة كتير منهم فخر العرب محمد صلاح وغيره. Palestine is thousands of years old. It is one of the oldest sites in history. It's one of the oldest groups of people in history, and we are watching the genocide of them happen before our eyes. محمد صلاح الدين الأيوبي واللي قلنا انه هيحرر القدس، طلع مش معترف اصلا بقضية فلسطين وبيقول دي مش قضيتي. وميا خليفة الممثلة الإباحية واللي اتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعمها القوي لطوفان الأقصى وتأكيدها ان إسرائيل دولة محتلة، وان إسرائيل حط الفلسطينيين في سجن كبير، وده اللي خلى الدنيا تتقلب عليها رأسا على عقب. حتى ان مجلة امريكية اسمها بلاي بوي، ودي مجلة اباحية جنسية، اتبرأت منها. يعني الوسط الوسخ لما جت واحدة منهم تنضف قطعوها واتبروا منها. اما بالنسبة بقى لعمنا محمد صلاح الدين الايوبي وموقفه من القضية الفلسطينية، ليه محمد صلاح، انا اقول لكم بقى على الحقيقة، ليه محمد صلاح ما بيساندش ولا بيدعم القضية الفلسطينية؟ ببساطة جدا يا جماعة، ببساطة جدا، ما حدش يستنى او ينتظر اي دعم او مساندة من محمد صلاح تجاه اخواننا الفلسطينيين المتبهدلين من العدو المغتصب الاسرائيلي. محمد صلاح لم ولن يدعم القضية الفلسطينية ابدا. الناس كلها شايفاك يا محمد ان انت فخر العرب، وفخر العرب مش لازم ابدا يتخلى عن العرب وهم محتاجينه. وبقول للأخ عمرو أديب المذيع الكبير، نقبك هيطلع على شونة، هيطلع نقبك على شونة. لو في عندك ذرة أمل إن محمد صلاح الدين الأيوبي هيرجع في كلامه تاني ويساند ويدعم القضية الفلسطينية، تبقى واهم يا عمرو. أنا عارف مشاعرك، وعارف قد إيه أنت إنسان محترم، وعارف قد ايه انت جواك مشاعر نبيلة جدا تجاه اخواننا الفلسطينيين. يبقى واهم يا عمرو يا اديب وبتحلم. ليه بقى؟ ليه؟ لان محمد صلاح من ساعة ما عمل اسم كبير في انجلترا وليفربول وفي اوروبا، عقليته العقلية اتغيرت 360 درجة وبقى عقلية احترافية 100%. بمعنى ان اي حاجة هتقف قدام محمد صلاح ومسيرته الاحترافية مش هيعملها، بعيد بقى عن اي واجب او مسائل دينية. لان زي ما هو معروف محمد صلاح مثلا في شهر رمضان لما يكون في ماتشات له كورة ما بيصومش عشان يفضل مستواه زي ما هو وما يتأثرش بالصيام، وطبعا ده هيزعل مدربيه جدا في ليفربول. تاني حاجة لما المذيع عمرو أديب سأله، خلي بالكم السؤال، بيقول له انت بتشرب الخمرة ولا لا؟ ما قالوش لا طبعا، ولا قال له لا ولا ولا حلال ولا حرام. ليه؟
قال له عشان ما بحبش اشرب الخمره. لانه ببساطه محمد صلاح لو قالوا الخمره حلال ولا حرام هيعتبروه في انجلترا واوروبا وليفربول يعتبروه متطرف وارهابي. وفي نفس الحكايه اللي بتحصل دلوقتي في امريكا وانجلترا واوروبا كلها بتعتبر ان الهجوم اللي عاملاه اسرائيل على الفلسطينيين ما هو الا رد فعل للارهاب الفلسطيني، وان الفلسطينيين ارهابيين، وان عمليات غزه دي كلها ما هي الا عمليات ارهابيه. وبالتالي محمد صلاح عمره ما هيطلع يأيد القضيه الفلسطينيه. ليه؟ لانه ببساطه انجلترا واوروبا كلها وفريقه ليفربول هيحصل فيهم هجوم كبير جدا على محمد صلاح ويعتبروه متطرف او ارهابي وبيدعم الارهاب. واقل حاجه يعملوها انهم يطردوه من فريق ليفربول ويمكن من انجلترا كلها ويمكن من اوروبا كلها ويتمنع من دخول اوروبا. حد يقول ايه يعني؟ ما هو معاه ما ينزل ومحبوب ويلعب في اي دوله حتى لو عربيه مثلا زي السعوديه وهي تتمنى. اقول لك بقى السعوديه دلوقتي من اهم الدول اللي بتنادي بالتطبيع مع اسرائيل والدول الاخرى. يعني استحاله السعوديه هترضى تاخد محمد صلاح عندهم بالذات في التوقيت ده وفي ظل استمرار القضيه الفلسطينيه. انا بقول لمحمد صلاح عيب قوي. انت كنت فخر لنا وكنت فخر العرب ومعتبرينك رمز. دلوقتي انت بموقفك ده وطبعا انت عمرك ما هتتنازل عنه ولا هتقدر لانك مجبر على كده، بتنزل لتحت قوي 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 وبتفقد ثقة العالم فيك وثقة العرب خصوصا. وخسارة يا محمد يا صلاح، بعد ما كنا بنحبك ونأيدك تطلع أصغر مما كنا بنتصور. أخيرا ربنا يهدي وينصر الشعب الفلسطيني والإخوة الفلسطينيين على العدو الغاصب الإسرائيلي، وإن شاء الله النصر النصر النصر. تحياتي. Palestine is thousands of years old. It is one of the oldest sites in history. It's one of the oldest groups of people in history, and we are watching the genocide of them happen before our eyes.